أهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم دفعة ثارت على النضال ودفعت الشعب المصري إلى الأمام. نور براتكم أنار الجامعات والكليات بكل الأقسام، فهنيئا لمصر بكم، وشرفت كلية الصيدلة بنوركم، وبارك الله في دفعة ستعيد لمصر أمجادها وصفاتنا. حد فاهم حاجة؟ يعني بداية أعرفكم بنفسي، أنا أخوكم وزميلكم محمد علي عبد الفتاح، إن شاء الله داخل ثانية صيدلة. وبصراحة أنا بحب الكلية دي جدا وداخلها رغبة جدا، عشان كده أنا سعيد بوجودكم معايا ووجودكم معانا هنا في كليتكم الأساسية صيدلة، في المدرج اللي مش هتشوفوا علوم. هنا بقى تكييف بقى ومش هتشوفوا في علوم. وكمان سعيد بوجودي معاكم، واتمنى لكم ان شاء الله يوم لذيذ وقريب ونستمتع مع بعض بيه بالمحاضرات. وان شاء الله نبتدي اليوم بتاعنا نستفتح بالقرآن الكريم ونسمع ربنا الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ما كناش برضه متوقعين العدد الكبير ده كله، لكن طبعا ان احنا نعمل تطور وان احنا نقسم فرق عشان ندخل الكليه وكده، دي حاجه ان شاء الله نخطط لها، بس مش النهارده يعني. هنبتدي ان شاء الله نقسم الناس اللي مسجله معانا، نقسمهم لما نجيبهم بعد كده ان شاء الله ندخل مع المعايير. الفقره الجايه ان شاء الله مش 5 دقايق. هو بالنسبه لنقطه التنسيق مع اتحاد الطلاب، حابب اعرفكم بنفسي. انا محمد قاسم، اتحاد الطلاب اللجنه العلميه، ومعانا دكتور فهمي عصام لجنه الثقافيه في اتحاد الطلاب، ومعانا يوسف عرفه برضه في الاتحاد. ففي ناس كتير جدا من الاتحاد نسقت وارتبط للحفل ده ان شاء الله. ولكن احنا عملنا ايفنت ونزلناها على الفيس وكل الناس كانت شايفه ان في طلبه عيال صيدله جايه الكليه. في منهم اللي استجاب وكان وقته سامح ان هو يحضر، وفي ناس ثانيه اعتذرت وما قدرتش ان هي تحضر. فالاتحاد طبعا موجود معانا. احنا بنحسب لكم عندك المكان، طبعا هو البلكون كان معانا بس للاسف في المفرقات تقريبا المفتاح بتاع البلكون مش موجود غير مع العامل بس في الكليه، والعامل مش موجود. متواصلا مع صيدلة المستقبل، إذا فلا بد من رسالة حب وتقدير إلى دفعة التحرير يقدمها الدكتور يوسف عرفة في كلمة تذكارية في الإطار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس حلوة سنة المستقبل دي. أخوكم وزميلكم يوسف أحمد عرفة، رابعة صيدلة إن شاء الله. يعني للأسف مش هشوف هذه الدفعة الطيبة يعني. إن شاء الله هتخرج يعني إن شاء الله يعني. فللأسف مش هشوف الوشوش الحلوة خصوصا الولاد يعني. فأنا بدأت أتعرف على ناس كتير يعني. يعني أنا مش هتكلم كلمة عن مواد أو حاجة علمية كده، أنا بس هحكي لكم تجربتي. أنا داخل رابعة إن شاء الله، مريت بإعدادي وولادة ثالثة كده 4 سنين، فمجرد بس أحكي لكم عن تجربتي والأخطاء بس اللي أنا وقعت فيها. المهم يا دكاترة، مين؟ دكاترة، أيوه دكاترة، أنتوا هتبقى ماشي قاعد في مشروع وحضرتك قاعدة في مشروع وتلاقي واحد أو واحدة جوار حضرتك مثلا من جوار حضرتك قاعدة ورا، دكتور هو في الاخر وانت في الاول وانت ولا دكتور ايوه والله وانت ماشيين في الشارع ده واحد يقول لك دكتور وانت ولا هنا خالص، يمشي معاك شارع حاله يجري وراك وانت تمشي وهو يجري وانت تجري ودكتور وانت في نص ورا انت عايز منك. فتعودوا دلوقتي على كلمه دكاتره في البيت، حتى معظم البيوت هتبدا تقول لكم دكاتره، ده طبيعي يعني. بالنسبه للولاد يعني دكاتره في الاول يعني لا بجد تعودوا على كلمه الدكاتره دي. وانتوا في اعدادي ان شاء الله اول محاضره هتلاقي بيقولوا لكم دكاتره فبصوا يعني هو الجديد احنا مش حد ده داخل في المدرج. فدكاتره ان شاء الله كلكم داخلين اعدادي متوقعين اول يوم في الدراسه هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ اجيب السكتش بتاعي او كراسه مسطره في ايدي درست القلم في جيبي السندوتشات. استنى بس ده لسه عارف داخل بقى متأهل كده، في ناس جايبين شنط يعني انا دايما باخد شنطه زي دي كده واطلع حتى على طول الكراسه والاقلام والمصحف حاجات العمليه ساعات كده وصغيره. انتوا قلت واحد مقسمين على 3 دفعات على 3 مدرجات يعني 333 وتلت في كل واحده من التلت ده ما اعرفش. المهم هتخشوا درجه هتلاقي حوالي 300 عدد اقل من كده ودرجه يكفيكم ما تقلقوش يعني. حتى لو تيجي هنا ان شاء الله انتوا تلت الدفعه بتفضل هنا يعني. ده تقريبا قدامي كام بتاع 500 400 واحد هيبقى 300 فهتلاقي 100 مثلا، فانت لو مش بتاعه مكان غالبا. المهم هتدخل تلاقي مدرج هتقعد او هتقعد حضرتك هتلاقي الدكتور داخل لك تبقى مستني ايه؟ كيمياء اورجانيك عضويه. الدواء ده بقى يعني هتخش كده تلاقي الدكتور بيرمي ادويه يمينه وبيرمي ادويه شماله وصيدليات قدامه وراه بروجيكتور بيشرح بقى اهم الحاجات العلميه الصيدلانيه الحديثه اللي في مش عارف كوالالمبور جت هنا ازاي وبدرسها لكم. ده واحد بيقول لك ان شاء الله يا اولاد هندرس لكم فرع في الفيزياء اسمه الهيت الحراره. قلبي والله في ماده اسمها فيزيكس هتاخدوها في اعدادي 6 فروع 3 ترم اولاد و2 ترم وراكوا جايين عشان تعرفوا منها هتلاقوها معايا. الفيزياء دي هتبقى في اعدادي بس ما تقلقوش يعني. فعايز اقول لك تخيلاتك هتكون في اعدادي المعمل بس خالص هتروح مثلا معمل الكيمياء تبقى معمل كيمياء حاجه حديثه بقى وانا اجيب اختبار وتمسكها بالناس كده من بعيد عن النار. انسى انت بايدك على طول الكوب واعمل وبتاع ممكن تعمل كده بايدك ما تلاقيش صبعك حاجه تعمل جوه هتعيش قوي يعني. نفس الحاجه انت داخل معمل بتاع معمل حديث وطب تحضروا معمل الكيمياء الوحيد اللي بتحضروه في مبنى طريق الحريه بتاع العلوم اللي جنب الهندسه على طول، لكن بقيه المعامل والمحاضرات تحضروها في علوم الشرطه عادي. هتخش المعمل هتطلع منه على يمينك هتلاقي المبنى متهدم وتلاقي السيخه دي طالعه لو عايز تنط هتنط. فالمعمل لحد ما اتبهدل اخر مره صوته كان متبهدل يعني. فتخيلاتكم عن الكليه اسمها خالص. الكليه هنا ماشي حلو يعني شيلوا نص الكلام اللي انا بقوله بس الكليه هناك استحملوها شويه. والدكاتره برضه على فكره عارفين ان احنا هناك سنه كده ضيف عليهم فما تقلقوش. الدكاتره هناك حبوبين كده وبيشتغلوا حلو وبيغلبوا اجزاء من المنهج مفيش مشكله خالص. فزي ما قلت لك وزي ما قلت لحضراتكم الغوا تخيلاتكم خالص عن صار اعدادي. عشان اعدادي حوالي 70% مثلا منها مالهاش علاقه بدراستنا خالص في 4 سنين الجايه. يعني الفيزياء دي 100% منها مالهاش دعوه، حاجات عمليه هتفيدك على الحياه خبره بتاع معلومات عن اللينسز عن النظارات ماشي عشان افهم يعني ايه لينس دي بس هيبقى مالهاش اسمها دراستي يعني. دي حاجه. ايه تاني؟ الدراسه بالانجليزي
كلها بالانجليزي و90% منها مدارس حكومه. هتخش هتلاقي واحد يقول لك ايت ويل اند كونتينيوس تمبريتشر مش عارف ايه. دكتور طيب ترجمه. فنصيحه بس حكايه الانجليزي دي مش بعد الفاصل ما عندوش وقت للترجمه. هو ما عندوش وقت، هو عمال يشرح الانجليزي او يشرح مصطلحات الانجليزي مش فاضي يترجم. فانت عارف الانجليزي يعني ايه؟ يعني اللي عارف الانجليزي يعني ما حدش يبخل على التاني. وانت قاعد في السكشن بالذات، السكشن دي محاضره. السكشن هيبقى عدد صغير مثلا 50 واحد. فانت قاعد الراجل برضه بيتكلم مصطلحات انجليزي كتير. قاعد جنبين فاهمين جنب بعض، بس كل شويه مش هيقعد يقف عشان يفهم. وان شاء الله في قاموس كده هينزل لكم على اول الدراسه في كلمات الانجليزي كلها بتاع الاعدادي معدين على المنهج كله، نحط معاكم في قاموس ان شاء الله يكون على اول الدراسه نزل يعني. فده يشتروه برضه هيفيدكم قوي يعني. ده بالنسبه ايه لاعدادي. في تصور تاني اعدادي تتصوروا عليه ايه؟ نعم؟ دكتور مسؤولي؟ ما حضرتوش والله ما كانش له حته. كفايه كده عن اعدادي. هي بس كلمه اخيره. الامتحانات بص هو كل ماده انت اولا انت بتتابع كده مع كل دكتور وكل معيد في السكشن بتتابع امتحان عمل امتى، امتحان الميد ترم امتى، في ميد ترم مش اخر سنه بس. مش بعد عامل لك كوارتر ترم وتومد ترم ونشر ترم هتلاقيها هيقطعوا حتت يعني. فاتعود ان هتلاقي امتحانات كتير. يعني في العملي مثلا الكيمياء هتمتحن بتاع 3 امتحانات في الترم الواحد. فانت اهم حاجه من الامتحانات تتابع. امتحانات زي ما قلت لكم من اعدادي الدكاتره غالبا معظم المواد ما بيدرسوش يعني، انتوا بس حضروا محاضرات وفهموا. محاضرات مهمه معظمها في اعدادي. ان شاء الله في الدكتور اسامه والدكتور محمد يوسف هيكلموكم عن مواد اعدادي بالتفصيل بقى، وهم هيكلموكم حكايه الدكاتره وازاي تذاكروا وكده يعني، ما تقلقوش من دي. معايا بس كلمه اخيره كواحد داخل رابع يعني. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اظن المصنع حافظه بيقول يقول فيه: لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. مش الدين بتوع العلم عن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين يكتسب فيه مطلوب. خلينا نطور الاثنين. عن عمره فيما أفناه، وبعد كده هتسأل عن شبابه فيما أبلاه. أنا سألت عن عمري، سأل من شبابي ليه؟ هيجي شبابي هيقول لي أنت ليه كنت بتنام 12 ساعة؟ هتحسب كده مثلا يعني. طول عمري بنام 12 ساعة، وانا رضيع بنام 16 ساعة، واحنا كبار عواجيز بننام 16 ساعة، في النص عايزين نبدل شوية، مش معنى شباب سألتني. لا. الشباب لما يكون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. يعني أكثر مهما كنت منشغل، يعني مهما كنت بتشتغل، مهما كنت شايل الأسرة حتى بحالها، أنت أكثر 5 سنين فاضيين في حياتك هيبقوا 5 سنين بتوع صيدلة. إن شاء الله يبقى 5 سنين ده. إن شاء الله. افتكر الحديث ده اللي احنا قلنا اي حاجه في حياتك عايز تتعلم اي حاجه في الوقت ده. انا كنت في رمضان اللي فات الناس الخريجين اللي ما لهمش سنه يقول لي مش لاقي وقت اصلي التراويح، اشتغل شركه ادويه يفطر وينزل، وقبل الفطار يبقى لازم طول الصبح. التهجد بيفعل على بالعافيه. انا شفت حاجات غريبه في التكاتات اللي فاتت دي. يعني واحد صيدلي ما يقدرش يقضي صيدليته بيفضل واقف فيها، التهجد من التراويح يضرب بيت عمود ضرب الصلاه العشاء ويجي على طول. والله يكرمكم الدنيا واخر كتجربه يعني. اكتر 5 سنين استغلهم. عايز تتعلم فيهم حاجه، خد كورسات، تتعلم انجليزي، اتعلم صيدله، ذاكر كويس، احفظ القران، العب رياضه، عارف فيهم اللي انت عايزه، واشتغل لك جوه في الصيدليه عيش فيها. اكتر 5 سنين مش هتشيل فيهم هم هم ال5 سنين دول. وعن عمره فيما، وعن شبابه فيما احفظوا بقى. جزاكم الله خيرا. حبيت بس احكي تجربه مش اكتر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. لأن اللي داخل الكلية لازم يعرف آخر خطوة ليه بعد الحياة الجامعية. وطبعا في مننا اللي دخل صيدلة حبا فيها. كم واحد كتب صيدلة في أولى؟ ما شاء الله. وده هيبقى متصور إنه يعرف هيشتغل إيه ولا إيه بعد التخرج. وفي مننا اللي دخل صيدلة عشان يعين ما لحقش طب. وبيقول هشتغل إيه بعد الكلية التعبانة دي. كده هترسى على بقى قد الدنيا. على العموم الصنفين يلا بينا نحب الصيدله اكتر ونتعمق فيها وشغلها اكتر مع دكتور محمد قاسم، وان شاء الله نشوف موضوع الكلينيكال اشتغاله ولا حقيقي ونعرف تفاصيل اكتر.
يلا بينا نحب الصيدله مع الدكتور مهندس. السلام عليكم. أحب الأول أعرفكم نفسي محمد قاسم، داخل رابعة صيدلة إن شاء الله، عضو اللجنة العلمية في اتحاد الطلاب. يمكن من أهم الحاجات اللي كلنا مشغولين بيها وإحنا بنشوف التنسيق كده، وكل واحد جاب مجموع فوق ال 97 ومحتار يخش إيه، أو 98 مع ناس عباقرة، فمحتار يخش إيه. فالعامل الوحيد اللي بيحدد دماغه ناحية الاختيار هو طب انا لما ادخل الكليه دي هشتغل ايه؟ يعني هطلع ايه في الاخر؟ وده يمكن سبب كتير للناس اللي موجوده قدامي ان هي داخل الصيدله، ان هو اكتر مجال ليه عمل، وان انت ممكن تفتح صيدليه وتشتغل مش عارف ايه وتكسب فلوس وتتاجر في الادويه وهكذا. حتى انت قايله نفسك كده مثلا لما جيتي تدخلي طب بتقولي انا عايزه طب ايه يا بنت؟ اصل انت عاوز 7 سنين حاجه غير نفسك؟ هي صيدلانيه احسن. مين كان نفسه يدخل طب ودخل صيدله غصب عنه؟ اللهم صل على النبي. مين نفسه كان يدخل اي كليه ثانيه يعني ودخل صيدله بالاكرام؟ لا ان شاء الله كليه صيدله كويسه، هنتعرف مع بعض على المجالات. بس في كده قبل ما ندخل في المجالات، هم 9 مجالات. عايزين نقرا شويه كلام كده مع بعض، ويعني هخليكم تقروا عشان الكلام ده مهم قوي وهيفرق معانا في حياتنا الدراسيه. انا هقعد بعد اذنكم نقرا كده واحده واحده مع بعض. ركزوا بقى في الكلام عشان نبقى متفقين من اولها. Faculty of Pharmacy gives its graduates the chance to experience many different careers. يعني هي بتديك فرصه وخبره عن كل حاجه، بحيث ان انت لما تطلع يبقى عندك خبره عن كل مجالات العمل. So, it's everyone's responsibility to choose the career that he or she thinks it most suit him or her during the college stage. نركز قوي في الكلام اللي بيتقال. اللي هتدرسه في الكليه هنا مش هيهيئك للمجال العملي، امال هيديك ايه؟ هيديك فكره. عشان ما حدش وهو بيذاكر يجي بعد كده يقول طب وانا ايه ده، انا استفدت ايه؟ وينزل الصيدليه يلاقي حاجات تانية خالص وهو بيدرس حاجات تانية، فما تتفاجئش. ننزل على الجملة التانية. Many descriptions and information about different careers in this presentation will be based upon my own experience of these careers. ماشي، ممكن اقولها كلها ورايا عشان الجملة دي خطيرة جدا وهتفرق معاك حاجات تانية. Many descriptions. يلا يا شباب. لا اسمع معايا كده مش هينفع. انا عارف ان انتوا ده عشان تتكلموا انجليزي حاجه. Many descriptions and information about different careers in this presentation will be based upon my own experience of these careers. جملة موضحة نفسها. المجالات العمل اللي هنشتغلها معتمدة على خبرتي my own experience. خبرتي اللي أنا بكتسبها مش اللي أنا بدرسها. وفي فرق كبير قوي. هنفهم بعد كده في اللي جاي. They are also based on information I have received from pharmacists who worked in these careers. يعني هكتسبها منين تاني؟ يبقى كده في معلومات. انا ركنت الدراسه على جنب على فكره، اللي هو لسه صحيح. انا بقول لك معلومات انت هتكتسبها بنفسك مش هتاخدها من الدكتور. الحاجه الثانيه معلومات هتاخدها من صيدلي شغال في المجال ده. يعني انا مثلا نازل اتدرب في الصيدليه، فمعظم معلوماتي هتبقى من الصيدلي ده مش من كتب. وان كان طبعا الكتب لها دور كبير. Work in this careers. So some information may not be so objective. يعني بعض المعلومات اللي احنا هناخدها مش هتبقى اوبجكتيف قوي بالنسبه لنا. And it's up to you choose the career that most suits you in the future. God willing ان شاء الله. دي بعض الكورسات اللي ممكن نحتاجها عشان تكمل بيها الدراسه بتاعتنا. يعني انا مش هتكلم في الدراسه اللي احنا هناخدها في الكليه، انا هتكلم في الحاجات اللي احنا هناخدها عشان تكملنا. طب هو في سؤال منطقي جدا. في سؤال منطقي جدا يعني. هو دي الحاجات اللي ما بتبقاش موجوده في الكورس.
يعني ليه؟ يعني انا ليه مطالب ان انا اخد مثلا كوميونيكيشن سكيلز وبرزنتيشن سكيلز وسيلز وماركتنج، صح؟ احنا ان شاء الله عايزين بعد الثوره الكليه دي تبقى مكتمله، وده اللي بنتمناه يعني في الدفعه اللي جايه والدفعات الجايه ان شاء الله، ان الكليه ندرس فيها كل حاجه، نطلع منها مؤهلين لكل حاجه. اول حاجه ان شاء الله هنتكلم عليها اول مجال اندستريال فارماسي. ده الصيدلي اللي بيشتغل في المصنع. يعني انت ممكن ان شاء الله لما تتخرج تقف في مصنع. المصنع فيه 3 اقسام. حاجه اسمها برودكشن وكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس يعني. وريسيرش اند ديفلوبمنت. انا مش هقرا كل الكلام ده ان شاء الله ممكن ننزله على الجروبات وتبقوا تاخدوه. لكن اللي انا عايز اقوله ايه؟ هتشتغل في المصنع يبقى تركز قوي في الدراسه على حاجات معينه عشان ما تشغلش بالك بكل الكم اللي انت بتاخده في الدراسه. هتشتغل في مصنع يبقى كواليتي كنترول، هتركز على الاناليتيكال والكيمياء التحليليه. ازاي تمسك الماده تحللها، تعرف تركيزها كام، تعرف اذا كانت هي ادلتريتد ولا يعني مغشوشه ولا لا، هي بنفس التركيز بنفس المعايير. المريض اللي هياخدها هيروح فين بعد كده؟ ايه الاثار الجانبيه اللي هتحصل له؟ هيخف ولا ايه مصيره يعني؟ كل الحاجات اللي في الكواليتي كنترول انت تبقى ايه؟ يعني بتبتدي ان انت تعملها بايدك. فبالتالي مش هتحتاج حاجه مثلا اسمها، مش هتحتاج مواد كتير قوي من اللي بناخدها يعني. هيبقى اكتر حاجه بتحتاجها الاناليتيك، الكيمياء التحليليه عشان تعرف التجارب والتحاليل. في قسم تاني اسمه البرودكشن اللي هو الانتاج. بتبتدي طول ما انت شغال في المصنع بتقابلك مشاكل في التصنيع. يعني مثلا ايه، بتصنع دواء شرب، فلقيت مثلا الفيسكوستي او الزوده بتاعته تقيله شويه، مش هينفع تنزل بالازازه. هتبتدي تفكر تعملها ازاي طيب؟ وهكذا بتبتدي تحل المشاكل اللي بتقابلك. في بقى الريسيرش اند ديفلوبمنت، ده يعني ايه اللي هو ارقى الاقسام. القسم اللي هو نفسنا في مصر يبقى موجود عندنا، اللي هو بيخترع ادويه جديده. واحنا عندنا في مصر القسم ده بيعمل حاجه. القسم ده بيبتدي يشوف مثلا ايه لو هو بيعمل كلوموكس غير مضاد حيوي مثلا، ازاي يطوره، يحسنه شويه، يعني يزود سرعه الذوبان بتاعته في المعده وهكذا. لكن بره الريسيرش اند ديفلوبمنت بيبتدوا ان هم يخترعوا مولكيول جديد، يخترع ماده جديده، وده اللي نفسنا ان شاء الله السنين الجايه يبقى عندنا حاجه زي كده. ده بالنسبه للمدرسين. طبعا اهم حاجه بالنسبه للشباب اللي هنتكلم عنها المرتبات. الشغلانه دي هتجيب همها ولا لا عشان تنجز معايا في الكلام. صح؟ طيب الشغلانه دي يعني ممكن تكون كومفورتبل شويه يعني مريحه شويه، بس ليها مشاكل لان الشركات بتبقى اماكنها، يعني اماكن الشركات بتبقى بعيده جدا في برج العرب وفي حتت محذوفه كده، ودي ليها يعني مش غلاسه، دي ليها اسباب علميه، لان احنا بنحاول مصانع الادويه تكون بعيده عن المناطق السكنيه عشان ما تاذيش الناس، وفي نفس الوقت ما يوصلهاش بكتيريا، لان احنا هتعرفوا بعد كده ان يعني الاستراليزيشن والتعقيم بتاع الادويه حاجه مهمه جدا. فبيروحوا في اخر الدنيا كده ويعملوا مصنع ادويه عشان لا يقصوا حد ولا حد يسمع. حاجه ثانيه very low salaries at the beginning. يعني هي very low salaries at the beginning، واحنا اهم حاجه عندنا البيجننج ولا ايه؟ ففعلا المرتبات بتبقى قليله جدا، مثلا ممكن توصل من 600 ل 900 جنيه في الشهر. كل 6 شهور بتتزود 200 جنيه، فيبقى مثلا كده اشتغلت 3 4 سنين مرتبك في الاخر هيوصل ل 2000 جنيه يعني. بس بعد كده الميزه بتاعتها ايه بعد كده؟ ان انت كل ما خبرتك بتزيد في المجال ده، وكل ما بتكتسب خبرات وتبقى متمكن بتسافر بقى. تسافر بره بقى بتقبض حاجات كويسه جدا، بتعدي يعني ترجع تاني، بس هي محتاجه صبر، بس هي شغلانه محترمه اول الصيدليه يعني بينهم وبينهم. تعالوا شوفوا المجال الثاني سيلز اند ماركتنج. شايفين؟ سيلز اند ماركتنج المرتبات بتاعتها كويسه. عارفين ميديكال ريب؟ حد سمع عن ميديكال ريب؟ مين سمع عن ميديكال ريب؟ طب عايزين يعني حد مثلا يقول لي رايه في الميديكال ريب بمنتهى البساطه كده؟ مش عايز اتكلم لوحدي. ها؟ اتفضل. مش بتاعتكم، بتاعت مين طيب؟ طب اقول لك